انظر، اذهب إلى الخليج بشكل عام، ماذا يقولون عنكم كمغاربة؟ كيف ينظرون إلى المرأة المغربية تحديدا؟ الإخوة المغاربة يسمون ملكهم أمير المؤمنين. ما أدري كيف أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين وبس. مغاربة المؤمنين يرونه أمير المؤمنين أم يرونه أمير المطبعين؟ أمير المطبعين مع شخبوط الرجيم لعنة الله عليه حق المطبعين. والله العظيم طلعوا العياشة حق المغرب من أن يعني ناس في منتهى النتن، في منتهى القذارة، في دمهم هكذا يعني جينات الذل، جينات الانبطاح. خلاص وثن، معك وثن فرحان أمير المؤمنين وثن، جالس تلمع له. يا أخي هو بني آدم، لا تكبره، لا تسجد له، لا تركع له، لا تعمل له هذه الحاجات التي لا ينبغي إلا أن تكون لله، والركوع والسجود في الصلاة بس. وانتم لأنكم منبطحين ولأنكم يعني ما تحبوش الكرامة، ما تحبوش الحرية. تعرفوا وش عكس الحرية؟ انتم عارفين بس أنا ما أحب أذكرهاش. انتم فيكم هذا الذي عكس الحرية. ولو أمطرت السماء حرية والله انتم ما تقبلوها، تعملوا مظلة كذا، ما تقبلوش الحرية ولا تقبلوا حتى توصل إليكم قطرة حرية هكذا، ما تحبوش. الأساليب قطرة للسياحة لجذب السواح، منها الدعارة مثلا. بدل أن تنظفوا هذه الدعاية تزيدوا فوق البلا وبلوى. أي سياحة يا أخي عندك يا أخي؟ ما صدقنا، خلصنا من موضوع الدعارة، تجي لي أنت ببيرة وجي تقول لي هذا ترويج للسياحة العالمية. فعليكم أن تفرحوا كمدمنين، لأن أمير المؤمنين انحاز إليكم ورضي بأن يكون مع المدمنين. للأسف الشديد تطبيع، وساخة، قذارة، فساد، بيرة، وبعدين ويجي هذيك الحاجات والوساخة. انتم عارفين ما الذي يرافق السياحة.